واحد عامل افيه يعني بمليار جنيه. واحد عامل افيه بمليار جنيه. قال لك يلا يا باشا جهز الورق بتاع ميتلاند لابراهيم عادل. يعني مش قال لك هو مش بيراميدز عايز يبيعه ب 3 مليون دولار؟ نفس امام اتباع ب 3 مليون دولار من الزمالك لميتلاند. يلا جهزوا الورق وجهزوا شغل ميتلاند الدنماركي و والبوست شغال والناس عماله تهزر طبعا، حتى الاهلاويه قبل الزملكاويه يعني داخلين في الموضوع ده هزار. اللي قال لك ده حرام يقعد في الدوري المصري، لازم يحترف بسرعه باسرع وقت ممكن، شهرين ويرجع لنا في يناير. يعني واللي قال لك يعني ميتلاند نادي كويس عادي وممكن يروح كمان المانيا، المهم يرجع لنا في فتره الاعداد اللي جايه. والناس عماله تهزر. وقال لك والله العظيم الواد ده اللي بيعمله ومستواه اللي ظهر عليه في الدوره الاولمبيه او في الماتش بتاع امبارح او في الفتره الاخيره محتاج يتعمل له كوبري وصايه. يعني مش كوبري عادي، كمان لازم يبقى كوبري وصايه. طبعا الناس الافيهات والضحك والهزار بيبقى يعني الناس بتتفاعل معاه فيلم، بس ده معناه ان ابراهيم عادل وونتد دلوقتي من جمهور الاهلي وكمان من جمهور الزمالك. الواد ابراهيم عادل ده مش هيسيبوه. ده امبارح لسان حال الجمهور الاهلاوي والزملكاوي. يعني ابراهيم عادل ده يعني زي ما تقول كده حته الماس موجوده في بيراميدز، وبعدين مش هياخد فرصه. ده بيلعب ناحيته جابوا ايجولا، صديق ايجولا، وبيلعب ناحيته رمضان صبحي، والناحيه التانيه مصطفى فتحي، وجابوا عبد الرحمن مجدي. ايه يعني ملوش مكان. ما تسيبوه للاهلي يا اخي. لا لا عايزه، انت بتهزر. او سيبوه للزمالك. امبارح الواد لما جاب الجون وقبل كده اتألق جدا في الدوره الاولمبيه، وبعدين جه يروح يحترف في ختافي، بيراميدز غلس عليه وما رضيش. فالجمهور امبارح بيزوم كده على السوشيال، يعني شايفه عمال يزوم. يعني جرايه بيراميدز ما تسيب لنا الواد ابراهيم عادل ده حرام ما يكونش موجود في الاهلي، ازاي ما يكونش موجود في الزمالك والكلام اللي انتوا عارفينه ده. امبارح حتى الكابتن احمد سليمان عمل تصريح امبارح جامد جدا. قال لك يعني انا زعلان جدا من بيراميدز. ليه يا كابتن احمد؟ قال لك لما بكلمهم في التليفون ما بياخدوش ويدوا معايا وبيدوش لعيبه للزمالك. يعني عندهم نوع كده من تقل الدم. كل ما بيطلب لعيب يقول لك ما فيش لعيب للبيع. كل ما اكلمهم في التليفون اطلب لعيب يقول لك ما فيش لعيب للبيع. يعني معناها ايه؟ ما فيش تعاون. يعني الناس مش عايزه تتعاون مع نادي الزمالك. وهو قال كده بالنص لما بكلم بيراميدز عشان اتعاقد مع لاعب بيقولوا لا. وقال لك يعني نادي بيراميدز بالنسبه لي، قال كده بالنص، علامه استفهام كبيره في الكره المصريه، بيصرفوا فلوس كتير جدا واول ما ارفع السماعه يقولوا لي لا. الله. طب ما هو يعني ترفع السماعه يا كابتن احمد على اي نادي تقول له عايز اللعيب الفلاني يقول لك حاضر اتفضل. وقال كده قبل كده كابتن احمد على سيراميكا على موضوع احمد رمضان بيكا. لكن القصه ان الانديه دي ما بقتش محتاجه فلوس. يعني هتقول له مثلا عايز اخد ابراهيم عادل، ماشي بكام يعني؟ هتقول له مثلا 40 مليون جنيه 50 مليون. قال مش عايز، هو مش عايز كده ابراهيم عادل. هو عايز يبيعه ان كان ختافي الاسباني قال لك 3 مليون دولار. فمش محتاجين يعني. كابتن احمد سليمان متضايق جدا من بيراميدز وانتقدهم جدا امبارح، وقال انديه الشركات بتصرف فلوس كبيره جدا، او انديه المؤسسات دي وبتكسبش حاجه. بتكسب ايه يعني؟ يعني اقول الانديه الجماهيريه بتكسب ان جمهورها بتبسط، الناس بتنام فرحانه يعني. انما انديه الشركات او المؤسسات دي بتكسب ايه؟ بتصرف ملايين على الفاضي. ونفسه انديه الشركات ترجع. وقال بالنسبه لي الناس دي علامه استفهام كبيره. فاين انت يا ابراهيم يا عادل؟ ازاي تكون بالمستوى ده تلعب في بيراميدز؟ طب ده كلام، دي حاجه تغيظ جدا. الاهلي عنده 4 شركات. امبارح اعلن عن تشكيل 3 شركات، والرابعه ربما تكون مستمره زي ما هي بتاعت الانتاج الاعلامي. انما في 3 شركات الاهلي غير في قوامهم، في ناس سابهم وناس غيرها، لكن رؤساء الشركات اتغيروا. تشكيل شركه الاهلي لكره القدم: ايمن فتحي رئيس، نائب رئيس احمد شمس،
في عضوين احمد حسام عوض ووائل زياده، ده مجلس اداره شركه الكوره او شركه الاهلي لكره القدم الشركه الجديده. شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، تامر ناصر رئيس، حازم هلال نائب رئيس، عابدين ابراهيم عضو، احمد مسعود عضو، كامل ابراهيم عضو. شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، محمد منار عنبه رئيس، وائل الدمرداش عضو، لمياء مختار عضو، خالد شاكر عضو. دي شركات الاهلي. ودايما بقول ان الاهلي سباق في فكره الشركات، وعنده يعني تنظيم اداري قوي، والاهلي يعني يعتبر مؤسسه بتعتمد على شركات، ودي حاجه بالنسبه لنا في كل الانديه المصريه مش موجوده غير في النادي الاهلي. يعني نظام مؤسسي قوي يستطيع ان هو يجعل الاهلي دايما ما عندوش اي ازمات، يعني لا عنده ازمات ماليه ولا عنده ازمات انشائيه ولا عنده ازمات حتى في خدماته الرياضيه يعني، وفي الميديا بتاعته. يعني كل ده شركات مشهره رسميا، وكل شركه بتسعى لتحقيق المكاسب الماديه عشان خاطر في جمعيات عموميه بتراقب هذا الكلام. امبارح كان موعدها كل الكلام اللطيف ده. فالاهلي سابق في القصه دي بشكل كبير جدا. اشرف داري امبارح اتمرن التمرين كله اموره تمام، ومستر كولر عايز يعتمد عليه نفس ادوار عبد المنعم هو يقدمها في كاس السوبر اللي هيتلعب سوبر الابطال في الامارات من 19 ل 25 الشهر ده. الاول المباريات الاولى يوم ال 20 ان شاء الله، يوم الاحد الساعه 4 و5 الزمالك وبيراميدز، الساعه 8 الاهلي مع سيراميكا كيلوباترا. الخميس الاثنين الكسبانين هيلعبوا بعض في الفاينل الساعه 8 مساء، والاثنين الخسرانين هيلعبوا مع بعض على الثالث والرابع الساعه 4 و5 مساء يوم الخميس. الاهلي بيقفل شغله عشان مسافر. النهارده مسافر كابتن سمير عدلي، امبارح سافر كابتن عبد الواحد السيد من الزمالك عشان يرتبوا الامور هناك. الفرق مسافره بكره، اهلي وزمالك وبيراميدز. سيراميكا موجود هناك من بدري. الاهلي اشتغل على اشرف داري بقوه، امبارح اتمرن تمرين كامل، اطمنا على اصابته، كل اموره تمام. حتى الشناوي امبارح لما اتصاب في حجمه الناس اتخضت، لكن طلع الدكتور ابو العيله طمن الناس كله تمام. مفيش غير خالد صبحي بس امبارح مع المنتخب عنده مزق في العضلات بتاعه الساق، وخالد مش هيلعب كاس السوبر، فاموره هتبقى مستقره مع النادي المصري. منتقل من سيراميكا للمصري مؤخرا، فالمصري مش موجود في كاس السوبر او سوبر الابطال، فاموره هتبقى مستقره هو كمان. انما ظهر بقوه جدا امبارح اشرف داري في التمرين. كل التكليفات اللي كان بيديها مستر كولر لعب منها قام بيها اشرف داري. التحرك اللي من تحت، التمرير السريع، استلام الكوره، الكرات العرضيه، وانه بيطلع في الكرانر والكرات العرضيه، طوله الفارع طبعا اطول كمان من عبد المنعم، التمرير الطويل اللي هو اللونج باص، وكل الكلام ده. الحقيقه امبارح كان بيتمرن اشرف داري بشكل منفرد مع مستر كولر على كل الامور دي، والحقيقه ظهر بمستوى عالي جدا في التدريب بتاع امبارح، وادى نوع من الارتياحيه لكولر المدير الفني للنادي الاهلي. كمان كولر امبارح عمل حاجات، قال لك طريقه اللعب قدام سيراميكا. يعني امبارح كان في تنوع كمان في طرق اللعب في التمرين وفق الاخبار اللي جات لنا. انت عارف الاهلي بيلعب 4-3-3، امبارح جرب برضه 3-4-3 لو عايز يملى نص الملعب اكتر، لانه سيراميكا بيعتمد على الانتشار والانطلاق والسيطره على نص الملعب. فلو لعب بثلاثه ولعب باربعه في نص الملعب وثلاثه قدام، كل الكلام ده عمال يجربه امبارح عشان خاطر يبقى عنده طرق لعب متنوعه في كاس السوبر. عايز يكسب عشان يعمل انطلاقه قويه طبعا للموسم الجديد. لغايه امبارح بيحاولوا في الزمالك مع دونجا، مش يعني الامور غير مستقره على الاطلاق الحقيقه يعني. و ممكن يغيب، هو بنسبه مؤكده دونجا والزناري هيغيبوا عن مباراه بيراميدز الاولانيه. ممكن يلحقوا مباراه الاهلي او سيراميكا، يعني الكسبان من دول هيلعب الكسبان من دول ممكن، لكن المباراه الاولى واضح جدا. لكن هيسافروا مع الزمالك للامارات، يعني على امل انهم يلحقوا بالمباراه الثانيه. عايز اقول انه امبارح امير توفيق رئيس لجنه التعاقدات السابق في النادي الاهلي ومدير شركه الكوره حتى الان، اذا كان مجلس الاداره مفترض هيقرر الايام اللي جايه مين هيبقى مدير شركه الكوره، هيستمر امير، هيمشي امير، يعني حسب ما يقرر المجلس الجديد لشركه الكوره في النادي الاهلي. امبارح رفع دعوى قضائيه رسميا على احمد قندوسي.
لاعب النادي الاهلي. يعني حتى الان قندوسي لاعب النادي الاهلي المعار لسيراميكا كليوباترا. الاهلي اعلن ان هو هيعرضه للبيع، لكن مفيش عرض للبيع ولا في كلام في عروض ولا اي حاجه غير بنهايه الموسم، زي ما احنا عارفين نهايه هذا الموسم. فاحمد قندوس امبارح رفع عليه قضيه امير توفيق وفق التصريحات اللي قالها محاميه